مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وارتفاع وتيرة إقبال الأسر على شراء الأضاحي، يبدو أن المغاربة في حيرة من أمرهم بشأن سلالة الكبش الذي سيختارونه للذبح بمناسبة عيد الأضحى، خاصة مع تواجد أكباش جديدة في الأسواق إلى جانب السلالات لا محليت. وتأتي هذه التساؤلات في وقت لا زالت الآلاف من رؤوس الأغنام المستوردة تتوافد على أسواق بيع المواشي بجل المدن المغربية، والحديث عن فرق شاسع في الأسعار بين الخروف المحلي والمستورد يصل إلى 1000 درهم، حيث يصل سعر الأضاحي المستوردة المدعمة ما بين 50 و 55 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين يبلغ ثمن خروف من سلالة تيم حضيض 67، بينما الصردي يرتفع إلى 69 درهما. وعن خصائص ومميزات الأكباش المستوردة، لا سيما سلالة المارينوس، يشير الخبراء إلى أن هذه السلالة تتمثل في كون جودة اللحم تمتاز بقلة الشحوم وفي تطلعات المستهلك المحلي. لكن يبقى أكثر ما يثير القلق حالياً هو ارتفاع أصوات مجموعة المربين المغاربة المطالبين بضرورة وقف الاستيراد وسحب جزء من الأضاحي الأجنبية من الأسواق، لكون الأسعار الحالية من شأنها أن تكبد الكسابة خسائر فادحة، إذ لا يغطي ثمن البيع كلفة الإنتاج، علماً أن هناك حديث عن وجود شحنات أخرى من المواشي لا زالت تشق طريقها نحو المملكة.